بمناسبة ماتش الأهلي امبارح كنت عايز أقول حاجة غريبة جدا جدا جدا، عدم الإشادة بالشناوي وخصوصا من جمهور الأهلي. نفسي الناس تفهم إن عادي جدا تهاجم اللاعب لما مستواه يكون واقع، وعادي جدا برضو تشيد باللاعب لما مستواه يرجع. مفيش شك ان محمد الشناوي اهم عنصر في الجيل ده مع علي معلول. تاني، طبيعي جدا انك تنتقد لاعب على سوء مستواه، لكن اللي مش طبيعي ان اللعيب ده لما يرجع لمستواه تقعد تقلل منه وبرضه تتريق عليه وما تدلوش حقه. مش منطقي بالنسبه لي ان الاهلي عنده كريم الدبيس ولسه عايز يجيب باك شمال مصري. في حاجات بقى محتاجه افهمها، منها كابتن محمد هاني، هي ايه العرضيات المأحبنه اللي انت بتعملها دي اصلا؟ عندك باك النادي الاهلي اليمين يا دين لاعبين بقى يستحقوا ان انت تشيد بيهم. امبارح قفشه نزل غير الماتش تماما، وتاني للمره المليون حقيقي قفشه اتطور مع كولر بشكل ملحوظ وبشكل كبير جدا. بقينا نحس ان في صانع العاب موجود في الفرقه بيلعب. مشكلتي بس مع قفشه ان هو مفيش بين البنين، هو يا مستواه عالي قوي وبيقدم لك كرة جامده قوي، يا اما مستواه في النازل خالص فبيبقى عباره عن مسخ بشري للاعب كرة واقف في الملعب ملوش اي 30 لازمه. فئه من جمهور الاهلي بتحس ان هي فقدت الامل في اللعيب، فلما بيعمل حاجه كويسه ما بيشيدوش بيه، معرفش ليه. يعني توجيه صلاح محسن امبارح توجيه كويس. طبعا الفئه اللي فاقده الامل في صلاح محسن قالت لك انا ايش هنا. بس يا صاحبي ما تنساش تعمل فولو ولايك. سلام.